هدف أسطوري من محمد شحاتة هو تعادل الأهلي وبيراميدز. الدوري ولع بدري بدري. كنا مع إثارة في أول جولة في الدوري من الدوري المصري لأكبر 3 فرق في الدوري، الأهلي والزمالك وبيراميدز. فوز الزمالك على سيراميكا بهدفين مقابل لا شيء وهدف أسطوري لمحمد شحاتة، والأهلي يتعادل إيجابيا مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، وبيراميدز يتعادل مع الوافد الجديد وادي دجلة بمقابل تعادل سلبي. يلا بينا نخش على احداث كل مباراة. المباراة الاولى هي كانت بيراميدز وادي دجلة، كان افتتاح الدوري، واتى افتتاح الدوري بالتعادل سلبي لكلا الفريقين وحالة طرد لكل فريق. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت مستفادة في المباراة، حالة طرد للاعبين. تعالوا نخش على المباراة التانية بقى اللي كانت بعد مباراة وادي دجلة وبيراميدز، مباراة الزمالك وسيراميكا. المباراة ديت طبعا الزمالك احنا عرفنا انه عمل صفقات كتير ودعم بلاعيبه كتير وقوية جدا، يعني كنا بنقول لا للزمالك كده هيخش يعمل حاجة في الدوري. الزمالك راح بادئ بانطلاقة قوية والفوز على سيراميكا بهدفين، ولكن شفنا لمسة كويسة من شيكو بنزا، لاعب تحس مهاجم وجناح بيعمل كل حاجه في الكوره، تحس انه هيدي كوره وهيفيد الزمالك كتير. وكمان لما نزل عبد الحميد المعالي المغربي ونزل ادم الكيادي، لعيبه في لمسه، هتشوف لمسه وهتشوف حاجه تحس انك دافع فيه فلوس حلال، هتحس انك في لمسه عند اللعيبه دي، هنحس بشكل وهنحس بحاجه. ناحيه كمان بقى مفاجاه اللي عجبني صراحه لعبه في نص الملعب الزمالك، اللي هو من السنه اللي فاتت من ساعه ما اشتريناه اعاره من طلائع الجيش واشتريناه السنه دي واطمنا عليه، محمد شحاته. محمد شحاته رمانة نص الملعب. محمد شحاته انا لو من جون ادوار اجيبه وامضيه على عقد كده، اكتب بند مدى الحياه، بند مدى الحياه. لا محمد شحاته بالذات لازم تعمل له بند مدى الحياه. محمد شحاته اسطوره، لاعب سيبك من الجول، لاعب في الملعب بيسلم مش بيشتت. محمد شحاته امبارح 10 كور طوليه 10 من 10. الاستخلاصات 96% استخلاص بنسبه 100%. محمد شحاته لاعب جامد جدا 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 في نص ملعب الزمالك، ولازم الزمالك يهتم بيه. وصراحه اللي هيخسره مركزه ده دونجا. دونجا ميت ميت، هيخلي بيغطي الشعله محمد شحاته. الناس من يعني سايبه محمد شحاته اللي بيلعب كويس وعماله تنتقد في دونجا. لا احنا عايزين نبعد عن دونجا ده ونطلعه بره اصلا السكواد، ونركز مع محمد شحاته قوي في نص الملعب. ولسه عندنا عدي الدباغ والبرازيلي اللي جاي، ولسه عندنا احمد شريف وعمرو ناصر ومحمد اسماعيل، لا لسه. وعجبني بقى الزمالك السنه دي ان في صفقه واثنين وثلاثه، يعني خلاص كل مركز بقى عندك اثنين وثلاثه، وبنتاج المستوى ثابت، وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وعمر جابر اللي اداء ولا احلى ولا اجمل من كده، وعبد الله السعيد كل ما يكبر كل ما يحلى، وناصر ماهر المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها هيعمل حاجه السنه دي. وقدامك طبعا سيف الجزيري صراحه لا تعليق، بس نزل عمل كام لمسه. وناصر منسي في اداء كويس وبيتطور من وقت لوقت. وصراحه الزمالك في تطور مع جون ادوارد ومع حسين لبيب صراحه. تعال نشوف الاهلي بقى. الاهلي بنجومه المدججين اتعادل مع مودرن سبورت تعادل ايجابي. الاهلي ما شفناش منه كوره، مش الاهلي اللي نعرفه. ولا انا مضايقني حاجه واحده، كتر النجوم اللي عند النادي الاهلي تخلي النادي الاهلي كده مفيش خالص. النادي الاهلي نادي كبير، النجوم دي بالنسبه له ما تلعبش معاه. ليه بقى؟ مثلا واحد زي بن شرقي، زيزو، تريزيجيه، محمد شريف، تحتيهم قفشه، مروان عطيه، احمد رضا، امام، كل واحد شايف نفسه نجم. وبالعكس انا لما كنت العب في النادي الاهلي العب جماعي، انا نجم وكل حاجه، ده شيء مفروغ منه. لكن انا في النادي الاهلي العب لعب جماعي، يعني في النادي الاهلي العب لعب جماعي، كره يمين كره شمال، العب ابين للناس. لكن انا في النادي الاهلي كل واحد عايز يروح يجيب جول، كل لاعب عايز يروح يجيب جول. صراحه اللي عاجبني في قلب الدفاع ياسين مرعي، لاعب لما حلى عليه تعادل النهارده للنادي الاهلي كره عرضيه من زيزو، اللي عامل عرضيتين النهارده باسيستين، وكل لاعب سجل هدف، احمد رضا وياسين مرعي. واخطاء دفاعيه كارثيه. مصطفى شوبير مش عارف يمسك الكره لكريم فؤاد، راحت اتقطعت منه وراحت لحسام حسن سجل هدف التعادل.
ومن كرة عرضية معرضها طلع علي الفيل وجابها جون، والسردباكات كلها وقفت تتفرج عليه. السردباكات بتاعت النادي الاهلي وقفت تتفرج عليه، يعني ياسين مرعي وياسر ابراهيم واقفين يتفرجوا. مش عارف والله الاهلي ليه بقى له 10 سنين محمد هاني مفيش غير باك يمين محمد هاني. يا جماعه انا كواحد اهو، الانتقاد من محمد هاني، محمد هاني مفيش كوره، مفيش يا جدعان. لاعب لا محل للكوره تحت رجله، ولا دفاعا ولا هجوما ولا اي حاجه. محمد هاني من اسوأ لسيء. محمد هاني لا يصلح. محمد هاني محتاج يرحل والاهلي يشوف له باك يمين. الاهلي مش عارف يشوف باك يمين لغايه دلوقتي. ده انت بتشوف في كل حته الا كل سنه الباك اليمين. اكرم مشيته، عمر كمال جبته رميته، عايز إيه تاني؟ بدايه غير مبشره للنادي الاهلي وبيراميدز، ولكن الزمالك باين لهم العين الحمراء. والزمالك بقول لك بالسكواد ده هيعمل حاجه في الدوري ان شاء الله، يوصل للمدى البعيد الزمالك. ما تنساش بقى يا حريف الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الايجابي، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. سلام.